بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الطري ب3 أشكال مختلفة وبحشوات مختلفة. ادي أول شكل معايا سادة من غير أي حشو. بصي طري ازاي، بصي قطني ازاي، بصي قلبه الفراغات اللي فيه عاملة ازاي. شايفة الشكل؟ ايه رأيك؟ تيجي تدوقي؟ تعالي دوقي، تعالي خدي حتة. بصي عامل ازاي؟ ايه رأيك؟ بصي الجمال، بصي الحلاوة، بس طعمه مقولكيش تحفة تحفة. وده الشكل التاني، ده بالملبن، الحشو بتاعه ملبن. بصي عامل ازاي؟ ايه رأيك؟ شايفة الملبن جوه عامل ازاي؟ وبصي طري ازاي، قطنية خالص، قطنية، قطن خالص. وده الشكل التالت وبالعجوة. بصي عامل ازاي برضو، بصي طري قوي ازاي. ايه رأيك؟ معلش انا بصور بايد وماسكة بايد، فمعلش اعذروني. بصي عامل ازاي، ايه رأيك في الجمال ده؟ لو عجبك الفيديو متبخليش عليا، انزلي دوسي اشتراك لو انت لسه ما اشتركتيش معايا، وفعلي زر الجرس، واعملي لي لايك، واعملي لي كومنت يفرحني، ودعوة حلوة من قلبك، وتعالي علشان اقولك عملنا ازاي. بس اوعي تنسيني في اللايك، اللايك اهم حاجة عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. وتعالي علشان اقولك اتعمل ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. أبدأ أول حاجة هخمر الخميرة بتاعتي. دي خميرة فورية، أنا عاملة 2 كيلو دقيق، فهحط على كل كيلو معلقة كبيرة مليانة خميرة. يبقى الكل كيلو عليه معلقة كبيرة مليانة خميرة. أنا كده حطيت معلقتين عشان أنا حاطة 2 كيلو دقيق. وكوباية مليانة سكر عادي خالص. كوباية الشاي، كوباية المج الإزاز بتاع الشاي مليان سكر. وباكو بيكنج باودر، حطيت باكو. ودي كوباية مية دافية. شايفة الفوران ده؟ أنا عايزة كده الفوران ده. وأقلبه كده مع بعضه، وهركنه عندي على جنب كده لغاية لما أخلص اللي هعمله، عشان السكر والبيكنج باودر والخميرة يتفاعلوا مع المية الدافية. الدقيق بتاعي أهو 2 كيلو متعدد الأغراض، أنا نخلاه ومخلياه زي الفل. أي حاجة لازم تنخليها علشان يخش لها هوا وتبقى هشة معاكي. وذرة ملح، حبة ملح صغيرين، وأقلبه كده مع بعضه. وهنزل عليه بكوباية كبيرة مليانة لبن رايب. لو ما عندكيش لبن رايب، لو لبن قطع عندك استعمليه. ما عندكيش ولا ده ولا ده، ممكن انك تجيبي كوباية لبن وتدفيه على النار بمعلقة خل، هتروب معاكي. وتقلبيها كده مع بعض. وحطيت عليها معلقتين كبار مليانين قشطة. انا حاطة وش اللبن، انت عندك وش اللبن حطيه، عندك القشطة بتاعت الشركات حطيها، ما تقفيش على حاجة. ودي كوباية مليانة سمنة، أنا حاطة سمنة بلدي، انت حطي السمنة اللي تعجبك. كوباية اللي هي برضو نفس المج بتاع الشاي، المج الإزاز بتاع الشاي، المج الإزاز العادي اللي بنشرب فيه الشاي. ونفس الكوباية مليانة زيت. حابة تحطي الكوبايتين سمنة حطي، حابة تحطي الكوبايتين زيت حطي. بس بصراحة كوباية السمنة مع كوباية الزيت بتديني نتيجة تحفة. الخليط بين السمنة والزيت بيدي نتيجة حلوة قوي. وزي ما قلتلك ما توقفيش على حاجة، السمنة اللي انت حباها حطيها.
واعجني بقى كل ده مع بعض، وعايزة كل ذرة دقيق تتشرب من اللبن الرايب والقشطة والسمنة والزيت. بصي بقى عامل زي الرملة المبلولة ازاي، بالطريقة دي كده. شربي كل ده مع بعضه، ولك أن تتخيلي بقى لبن رايب وقشطة وسمنة بلدي وزيت، شوفي هيبقى عامل ازاي. ده الخليط اللي أنا خمرته وركنته على جنب، هنزل بيه على العجينة وأقلب. والمية بقى الدافية هنزل بيها شوية بشوية، ما تنزليش بالمية مرة واحدة عشان مش كل دقيق زي التاني. اعجني وانزلي بالمية شوية بشوية، ولمي العجينة بتاعتك لغاية لما توصل للنتيجة دي. عجينة لينة وطرية، والطبق نضيف قدامي، مش ملزق فيه أي حاجة ولا بتلزق في إيدي. اهي طرية ولينة بس مش بتلزق. هي خدت معايا حوالي 2.5 كوباية مية، بس مش كل دقيق زي التاني، فانت انزلي بالدقيق شوية بشوية لما يوصل للنتيجة دي. أغطيها بقى وأسيبها تخمر معايا. عقبال ما العجينة بتاعتي تخمر هحضر الحشوات بتاعتي. أنا هحشي بعجوة وملبن. العجوة لازم تعجنيها بحتة سمنة، حتة سمنة حلوة كده، واعجني بيها العجوة بتاعتك. اهي هتبقى لينة وبالطريقة دي. وده الملبن برضو يتعجن بحتة سمنة، برضو هيبقى اهو لين وبالطريقة دي كده. انا جهزت الحشوات بتاعتي والعجينة بتاعتي خمرت. البوكس التمام عشان اطلع الهواء اللي فيها. اول شكل اهو هنعمله مع بعض. اخد حتة عجينة كده صغيرة وابرمها، وبعد كده ابططها. مش عايزاها ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. ابططها كده بالطريقة دي. شايفة السمك قد ايه؟ وحتة عجوة كده هبرمها برضو نفس البرمة اهي، تبقى نفس الحجم، وهحطها فيها واقفل زي ما بقفل القطايف، بس اسيب طرف مفتوح وطرف هقفله. بصي بقى التركة دي، خلي بالك معايا كده واحدة واحدة. اهو قفلت طرف والطرف التاني مفتوح اهو، بس تقفلي حلو عشان مع الخمر ما تفتحش معاكي. ادي الطرف المفتوح اهو، والطرف التاني مقفول. هدخل المقفول في المفتوح، بصي ازاي كده. واقفل برضو زي ما بقفل القطايف، اقفل عليها حلو. وادي الشكل اهو معايا. وبططها شوية بسيطة، ما تبططيش قوي. وبالمقص كده اقصقص الطروف دي. دي معايا شكل الترس. بصي الشكل النهائي اهو. لو حابة كمان تحطي سمسم حطي براحتك، حطي سمسم، حطي حبة البركة. انا حبيتها سادة كده. الشكل التاني هجيب برضو حتة عجينة كده كبيرة وهفردها كلها. هفردها كلها كده معايا. وبكوباية بقى، بقطاعة، بأي حاجة كده، اعملي الدواير دي كده. والحجم اللي انت حباه اعمليه. عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، عايزاها متوسطة. انا عملتها كده متوسطة. قطعي كده معايا. ايه هاخد واحدة كده ابططها بقى كده شوية صغيرة، وحتة ملبن. ده بقى بحشو الملبن. حتة ملبن كده. اعذروني معلش يا جماعة على صوتي، لاني داخل عليا دور برد، ربنا يستر كده، ادعوا لي بقى. واقفلها كده زي القطايف، اقفلها حلو كده زي القطايف. وبطرف الشوكة هديها شكل كده من على الطرف. هيبقى الشكل ده كده شكل معايا. نعمل شكل تاني. انا بديكي افكار، وانتي الشكل اللي يعجبك اعمليه. هحط عليها برضو حتة ملبن اهي، وهبرمها كده كلها، واقفل برضو كده. بس كده هتبقى مدورة معايا بالطريقة دي. بس الشكل التالت اجيب برضو حتة عجينة كده واعملها زي البرتقانة الصغيرة، وانعمها كده وادورها بالطريقة دي.
واحطها في الصاج واوسع ما بينهم بالطريقة دي كده. شايفين انا موسعة ازاي؟ عشان لسه هفردها وهتخمر معايا. ادي كده ايه، هبدأ بقى ايه ابططها كده شوية، بس ما تبططيش قوي، بسيط قوي عشان ما تطلعش ناشفة معاكي. لو رققتيها هتطلع ناشفة بالطريقة دي كده. وهسيبه بقى يخمر معايا، وبعد كده ادخله فرن على درجة حرارة 200. واول ما يطلع من الفرن بالطريقة دي هبخه بالمية واغطيه. خلي عندك بخاخة مخصوص للمخبوزات الحاجات اللي زي كده، وتبخيه بالمية وتغطيه. ايه رأيك بقى في النتيجة دي؟ ها، ودي النتيجة النهائية. ايه رأيك؟ استاهل بقى ولا ما استاهلش؟ ها، تيجي تاخدي واحدة؟ تعالي تعالي خدي واحدة. ايه رأيك؟ ما تنسينيش بقى وما تبخليش عليا. سبسكرايب، لايك، شير، واللايك بتاعك الحلو عشان الفيديو يترفع، وكومنتاتكم اللي بتفرحني، ودعوة حلوة من قلبكم. وكمان اعمليها واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد من ايدك هتبقى احلى. بصي بقى الشكل المختلف ازاي والحشوات المختلفة ازاي. انا اديتك افكار وانتي اعملي الشكل اللي يعجبك. بصي الشكل، بصي الحمار بتاعها ازاي. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش اللايك.